قال رحمه الله: فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع، فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق. نعم، يعني هذه بدايات العشق. أول العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع، تارة يكون عن نظر وتارة أن يكون عن سماعا لصوته وكلامه، فتارة يكون عن هذا وتارة يكون عن ذاك، فبدايته إما النظر وإما السماع، والأغلب فيه النظر. وفي هذا تأمل قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الثمرة ما هي؟ ذلك أزكى لهم، هذا أطهر وأنقى لقلوبهم وأسلم لها، أزكى لهم، بمعنى أنه لو دخل في هذا الطريق ولم يقبل وصية الله سبحانه وتعالى، دخل في هذا الطريق، أدخل قلبه في باب يخرجه عن زكاة القلب ونقاء القلب وصفاءه، يصبح القلب ملوث، يصبح القلب قلبا ملوثا. نعم. قال رحمه الله: فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك. فإن أطال مع ذلك الفكر في نعم، هذه حالتان، يعني إما أن يقترن فيه يعني عند نظر أو سماع، إما أن يقترن طمع أو لا يقترن، إما أن يقترن طمع أو لا يقترن. فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له عشق، هذا في البداية. وإن كان قارنه طمع أيضا في البداية فصرفه عن فكره ولم يشتغل به، أيضا لم يحدث العشق. فالعشق يحدث عندما يكون النظر ويكون هناك طمع فتتعلق النفس ويزيد الطمع فيها، ويكون العشق أيضا إذا كان هناك نظر ولم يكن طمع لكنه لم يصرفه عن نفسه. والخير للإنسان أن يعمل على صرف السوء عن نفسه وإبعادها عن مثل هذه المسالك الدنيئة. نعم.